اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفهيم. يوم 21 مايو 2025 اللي هو كان امبارح، جات لي رساله من جوجل ادسنس بتقول لي ان احنا حولنا لك الدفعه بتاعتك على حسابك المصرفي المصري اللي بالجنيه المصري. وزي ما انتم شايفين قدامكم الرساله هيت، وفي اخرها 933 جنيه و65 قرش. الكلام ده كان امبارح بالليل، حرفيا الساعه 11 بالليل. النهارده الصبح بقى ومن حوالي ساعة تقريبا من دلوقتي جات لي الرسالة اللي قدامكم دي. الرسالة دي بتقول ايه؟ الرسالة دي من بنك الاهلي المصري بتقول ان وصلتك الدفعة، والمفاجأة اللي انا توقعتهاش ان الدفعة جات لي كاملة بدون خصم ولا جنيه. زي ما انتم شايفين نهاية الدفعة 933 جنيه 65 قرش، نفس الارقام ونفس المبلغ بالظبط اللي جالي من جوجل ادسنس. عشان خاطر اتكلمنا قبل كده في فيديو قبل كده وقلنا يا جماعة ان البنك الاهلي المصري بيعمل عظمة حرفيا على الحسابات المرتبطة بجوجل ادسنس وباليوتيوب. وجربنا البنك مصر، وبنك مصر ما بعتش اي حاجة ولا بعت لك التأكيد بتاع الفلوس ولا اي حاجة خالص. وبناء عليه نزلت فيديو شرحت لكم فيه ان احنا نفتح حساب في البنك الاهلي المصري، وازاي بتفتح الحساب في البنك الاهلي المصري، وازاي كمان بتربط حسابك في البنك الاهلي المصري على جوجل ادسنس بدون اي مشكلة. والنهارده الفيديو ده انا عامله مخصوص عشان خاطر اثبت للناس ان الكلام بتاعنا صح بنسبة 100%، وان البنك الاهلي المصري هو من اكبر البنوك المميزة جدا في استلام الارباح من اليوتيوب ومن الفريلانسر على جوجل ادسنس تحديدا. وزي ما انتم شايفين البنك الاهلي المصري حول الفلوس بدون ما يخصم ولا جنيه، ودي كانت بالنسبة لي انا مفاجأة حرفية. اي حد محتاج يفهم احنا ازاي ربطنا حسابنا في بنك الاهلي المصري، او كمان ازاي فتحنا حساب في البنك الاهلي المصري، عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده هسيب لك الروابط الفيديوهات اللي احنا عملناها اسفل هذا الفيديو في الوصف. ومش محتاج منك اي حاجه خالص غير انك انت تدعي لي دعوه حلوه من قلبك، ولو لسه مش مشترك في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها اول باول. وطبعا انا عارف كويس جدا ان في حسابات جوجل ادسنس مربوطه ما زالت بويسترن يونيون، وعارف كمان ان ويسترن يونيون اتفعل على الحسابات اللي هي على جوجل ادسنس الجديده اللي بالجنيه المصري، عن طريق انك انت تدخل على الدفعات وهتختار الحساب المصرفي اللي بالجنيه المصري او حسابك بالجنيه المصري، وهتلاقي ويسترن يونيون موجود من ضمن الخيارات اللي اتفعلت فعلا، وهتخليه بس الاساسيه وتقدر تستلم فلوسك من اي مقر داخل ويسترن يونيون. ده في حالة ايه؟ ده في حالة انك انت مش عارف تفتح حساب في البنك الاهلي المصري. اما للاشخاص اللي بيسألوا ايه هو افضل بنك افتح فيه حساب مصرفي مصري بالجنيه المصري اربطه بجوجل ادسنس، هو البنك الاهلي المصري يا جماعة بعد تجربة، والتجربة خير دليل زي ما انتوا شفتوا دلوقتي في الفيديو ده. مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده، دعوة بس من قلبك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل. واي حد عنده سؤال يسيبه لي في التعليقات، انا برد على جميع الاسئلة. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد.